قصيدة صديقتي الغريبة. من بعد عمر صعب وطويل التقيتها صدفة في صفحة أشعاري، وبحميمية الرفاق سألتني عن أهلي وعن أيام مضت وعن حلي وترحالي. أجبتها وقلبي يلفه الصقيع، لمست برودي وشعرت بحالي، فسألت بكبر أيزعجك اهتمامي؟ أجبتها مجاملا بالطبع لا، وصديقتي الغريبة نست أنه فات الأوان ولا معنى للسؤال. ففيما يفيدك الآن سيدتي سؤالك عني ومعرفة أحوالي، وهتف بداخلي خذلان السنين أين كنت وأنا عاجز أصارع المرض محموما أعاني؟ أين كنت حين ناديت عليك في حلمي وفي صحوي، وكدت أجن من هواجسي ووطأة خيالي؟ أين كنت في سابق الأعياد؟ وأين كانت لفتتك الكريمة سيدتي النبيلة أيام صفوي وفي زحام حربي وضجيج انشغالي؟ حدثيني فقط عن الشعر وحده، أغلقي رجاء أبواب الماضي، دعيني وحدي أعيش أزماني، أغلقت قلبي وأوسطت أبوابي. أشعلي تلفازك وأديري مؤشره على قناة من قنوات الضحك والفكاهة، وداعبي رأس كلبك الغالي، وانسي ما فات صديقتي الغريبة كما جرت بك العادة. أنا سامحتك في عزي وهواني، لكن الغفران في حق أحضاني طرف سيدتي فوق قدراتي وفوق احتمالي.